السلام عليكم. اي واحد من حقه انه ما يتفرجش في هذا الفيديو، لان انا كنت يلا خاسر المغرب على هكا ويطلع لي راسي كندوي ما نتفرجش في راسي، ولكن كنخوي معكم قلبنا شي شويه. هنيئا المنتخب الوطني المغربي المشوار اللي دار في كاس العالم، لعبوا 6 ماتشات بحال كاس العالم الاخر. وصلنا انه اللاعبين كانوا مرهقين جدا، وفرنسا فريق كبير. تمام، فرنسا فريق كبير، بدل 5 د اللعابه وبقى بالون دور في التيران، ودخل باركولا كيدردق وهذاك ماتيتي ما عمري سمعت به، وعلى كونترول وعلى دورة. شكرا ياسين بونو على التصديات ديالك الرائعه، شكرا لانك كنت حاسم، شكرا لانه بفضلك تماركاو لنا 2 بيوت. اما كنا نعمرو بلغه الكره ونهضروا واضحين ونكونوا صريحين، ما عندناش المستوى باش نواجهوا فرنسا دابا، يمكن اكثر من 2022. ماشي عاود لعابه ضعاف، لانه فرنسا زادت تقوات، راه الطغيان هذا ماشي كره. مستوى كبير عندهم، لاعبين غتفهموا علاش هذيك الفرقه ساويه مليار و 700 ولا 800 مليون اورو، يعني تقريبا 4 المرات القيمه السوقيه ديال المنتخب الوطني المغربي وديال اغلب الفرق اللي شاركوا في كاس العالم. ما فايتين مليار دولار الى البرازيل والانجليز وفرنسا، يمكن حتى اسبانيا قريبه عليها. عييت ما نحاول نحس بشويه ديال الامال، ولا نقول هما غيتحركوا، هما غيجيبوا البيت، هما غيطلعوا. لعابه كانوا عارفين القيمه ديال المنافس، وكان عليهم ضغط كبير وفرنسا بدات هايجه. شفتوا الماتش الاول ديالها بريمير ميتون كونتر السنغال، كانوا مويان، عاد لعبوا الدوزيام ميتون. فرنسا دخلوا باغيين يحسموا الماتش من الاول، وشدينا معاهم الميطه الاولى. وانا قلت لكم الفضل الكبير كيرجع لياسين بوروني، وتصدى لضربه جزاء وتصدى ل3 ولا 4 ديال التسديدات اللي كانت خطيره جدا. ولكن ما اون في با لي زوتي باش نتحاربوا. الارتداد الهجومي ديالنا كان ضعيف، الارتداد الدفاعي حتى هو كان ضعيف. ماشي على ود اللعابه خايبين، على ود الارهاق، على ود المسافات الطويله اللي قطعوا، على ود هذه 6 مباراه في كاس العالم، واللي هي تقريبا ليكيفالون ديال نصف النهائي في كاس العالم الاخر، لان المغاربه لعبوا 6 مباراه في نصف النهائي. وعلى ود فرنسا حتى الماتشات اللي كانوا عندها سهل من الماتشات اللي لعب المغرب. فرنسا لعبت ضد السنغال والعراق اللي زون بالادي، ولعبت ضد النرويج اللي يمكن كانت كاع ما باغا تطلع في الطابلو الاخر، دونك حتى النرويج لعبوا مرخيين. الماتش ديالها ضد السويد كان نزهه، وشويه الباراغواي ولا التعصا ولا التخربيق، ودوك الماتشات كيقدروا يهربوا لك شي مره. المغرب لعب ماتشات صعب مع البرازيل، مع اسكتلندا. الضغط اللي كان عندنا في الماتش ديال هايتي واخا ريحنا شويه التشكيله الاساسيه، ولكن ملي كتقول ريحتي التشكيله الاساسيه راك بدلتي 5 د اللعابه ماكسيموم. الماتش مع هولندا كان صعيب بزاف 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 بزاف، وصلنا فيه الاشواط الاضافيه والدراري استنزفت طاقتهم. الماتش مع كندا حتى هو ما كناش فيه في المستوى في الشوط الاول، ولكن داركنا الامر. وهنا فين كيبان لك بان المنافس ملي كيكون قل منك بواحد الدرجه ولا درجتين كتقدر تدارك الامور. مع فرنسا صعيب انك تدارك، وما نقدرش نفهم انا ديك الفهمه ديال واكون هجموا في الاول واكون داروا. تهجم وانت موراك مبابي واوليسي وديمبيلي ودوي، وهادو ما يتجم، هادو تجمعوا في طياره طيح، بقاو السرعه. دونك هنيئا للسي وهبي لانه اثبت بانه مدرب كفء، هنيئا لكل لاعبي المنتخب الوطني المغربي، هنيئا للطاقم المساعد، هنيئا لينا بهذا المنتخب اللي ربما هو في التوب 10، ربما هو ماشي ربما اكيد انه في التوب 10، ولكن باقي ما وصلش لمستوى منتخب بحال فرنسا. فرنسا بحال اللي كيقولوا بزاف ديال المعلقين هي برازيل الجيل الجديد، يعني كتوصل ليها كيسكتوا لك الماطر. وكنظن بانه اسبانيا والارجنتين ولا النرويج ولا اي فرقه دابا غدوز تلعب ضد فرنسا خاصهم يخافوا على راسهم. وطلب واحد اخر، وسمحوا لي الفيديو طويل، ما تجاوبوا مع حد في لي ريزو سوسيو، الله يرحم لكم الوالدين. كنا قلنا سمكها، كنا قلنا بزاف ديال الحوايج. علاش؟ لانه هذوك الناس حنا كيبدا يتعيب عندنا كيقول لا تثيرون الفتنه. اي واحد يثير الفتنه مع بلد واحد اخر، بعدا في هذوك الدول اللي حنا سنفابا معاهم في مواقع التواصل الاجتماعي، هذوك الناس كيثيروا الفتنه وسط بلدانهم عندهم مشاكل ما بين الفراقي وما بين التوجهات السياسيه، وديما هما مولفين الدباز. يعني هو ملي كيجي يلتيك سوغ ان ماروكان ولا كيجي كيدور ليك، هذيك الساعه هو كيمارس شي حاجه اللي مولف يمارسها هو حياته كامله وسط بلادو. نتلاقاو في منافسه اخرى وفي مناسبه اخرى.
وربما هذه فرصه باش انا نرتاح شويه من لي ريزو سوسيو ونعيش لو دوي ديالي على خاطري. ولكن رغم ذلك فخور بالمنتخب الوطني المغربي وتصبحوا على خير. هذا ما كان. ونهايه المشوار المنتخب الوطني في كاس العالم، الحمد لله على كل شيء، اللهم لك الحمد. ما نلومو حتى شي واحد، ما نلومو لا لعابه لا مدرب لا ستاف تكنيك. الدراري داروا داكشي اللي خاصهم يدار، داروا داكشي اللي عليهم. فرنسا ما عندك ما دير، لان فرنسا عندها 3 الفرق في البونطوش، سي نورمال. الحمد لله على كل شيء. خيرها في غيرها. برافو الدراري، شرفتونا في كوب دي موند. ما كانش عندنا، ما درناش كوب دي موند ساهل، لان من البدايه وانت كتلعبي مع الفرق الكبار. اللهم لك الحمد، برافو الدراري. الخير ان شاء الله لقدام، وديما مغرب، وراه ديما مغرب. أشهر صفحة مختصة في الفار ومختصة في اللقطات التحكيمية تقول لك إنه ضربة جزاء المنتخب الفرنسي غير صحيحة، وكيليان مبابي هو من مثل في السقوط، أو الكلام قدامكم باللغة اللي هم يتكلموا بها بلغتهم الرسمية، وهذا الكلام مترجم إلى اللغة العربية. كيليان مبابي يمثل في السقوط، وقال لك هناك جبن من الفار والطاقم التحكيمي، ضربة جزاء غير صحيحة. زعلان؟ أكيد كنت بتمنى الفوز للمنتخب المغربي، لكن قدر الله وما شاء فعل. يعني كان بالإمكان أحسن مما كان في هذه المباراة تحديدا، لكن بالنهاية في فائز واحد. ارفع راسك، أنت مغربي. 10 منتخبات إفريقية تأهلت، أنت آخر من خرج. 8 عرب تأهلوا، أنت آخر من خرج. أنت بطل العالم للفئات السنية، وبطل الأفريقيا المحليين، وبطل العرب. يعني إن شاء الله كنا نتأمل الرحلة طول، لكن بالنهاية الخسارة حدثت. وكنا بنتمنى شوي لو كان يعني المغرب اللي بنعرفه، اللي شفناه أمام كندا، اللي شفناه أمام هولندا، يكون أجريسيف أكتر. لكن هارد لك، ارفع راسك، أنت مغربي، وعلى الأقل فزتوا بقلوب الملايين، وأنا واحد منهم. بص يا رجاله، هو الماتش لسه شغال، النتيجه 2-0 لفرنسا دلوقتي. بس انا عندي سؤال بجد، سؤال يعني، هو احنا كلنا اولاد كلب عمي؟ يعني كلنا بهايم ما بنفهمش، كلنا ما بنشوفش؟ هي مش دي لمسه يد على رابيو؟ وبعدين الكره دي على فكره في الهجمه اللي قادت للهدف الاول لفرنسا عن طريق كيليان امبابي، هي مش دي لمسه يد؟ وبعدين الملعب فيه قرب ال60 كاميرا ولا ال50 كاميرا، ولا كاميرا جايبه لنا اعاده. مفيش ولا كاميرا جايبه اعاده. اللقطه لحد دلوقتي داخلين على الدقيقه 80، لحد دلوقتي ما اتعدتش ولا مره. لقطه لمسه اليد ما اتعدتش ولا مره، ولاعيبه المغرب اصلا بعد الهدف اعترضوا والحكم ولا شاف حاجه. هو مش التحكيم امبارح راجع لعبه من اول الحمله الفرنسيه؟ مش جاب لنا لقطه من ايام الثوره البلشفيه في الهدف بتاع منتخب مصر؟ هو مش نفس الوضعيه هنا؟ هو مش نفس، يعني مش دي نفس الوضعيه بالظبط؟ هتقول لي لعبه جديده برضو؟ هتقعد تقول لي لا اصل المسافه ما بين الكره اللي اتاخدت بالايد وما بين تسجيل الهدف بعيد؟ لا مش بعيده على فكره. المسافه ممكن لا تتجاوز ال5 ثواني او ال7 ثواني ما بين اللقطه اللي رابيو بياخد الكره بايده واللقطه اللي مبابي بيسجل فيها الهدف. انا مش قادر افهم، والله ما قادر افهم. انا جو الكلب مكيالين، وجو ان الموضوع شبه موجه ان فريقين بعينيهم هم اللي يوصلوا الفاينل. يعني زادت يعني انت بتدي ذريعه للي مش مؤمن بنظريه المؤامره، تقول له يا اسطى انت حمار، لازم ان انت تؤمن بنظريه المؤامره، ولازم تحس ان في حاجه غلط. بص انا عن نفسي يا سيدي، انا مش مؤمن ان في حاجه غلط. انا شخصيا مش مؤمن ان في حاجه غلط، بس اشرح لي ايه اللي انا اتفرجت عليه ده. ماشي، انا معترف ان فرنسا احسن، ومعترف ان المغرب طلعان عينها في الملعب، وياسين بونو عامل ماتش كبير والكلام ده كله، بس انا سؤالي دي الفار ما رجعش يبص على اولها ليه؟ هاد الريل هذا نقدر نمسحو، فهمتي؟ دابا هو في حال ديال الاعصاب، عندك يدوخكم هكا شي صحافي ديك اللعيبه ديال لا المغرب وصل لهادي، والمغرب ان شاء الله حقق هادي لعيبه. والله ما لعبنا. ما هو كاس العالم؟ كاس العالم توصل لفرنسا كترفد جوج وكتمشي بحالك. عندك يدوخك شي صحافي داكشي ديال لي ريزو سوسيو، لا المغرب كدا حقق واحد اللعيبه كدا 96 44 1975 كدا رفدنا. الله يعاون، والله ما لعبنا. انا اسمح لي كنت غنكعه كون شفت المنتخب
لاعب بهذيك الحره وهذيك القتاليه اللي موالف. اما انا كنشوف منتخب واحد اخر، واش هذا هو المنتخب اللي كنعرف انايا؟ واش هذا هو المنتخب اللي كنعرفه؟ ماشي هو هذا، ماشي هو هذا المنتخب اخويا. انا ما غيبقاش فيه الحال، ما غيبقاش فيه الحال، بقى فيه الحال على منتخبات اخرين، ولكن على هذا اللعب اللي شفت اليوم ما بقاش فيه الحال. حتى اخويا اسمح لي، ولكن ماشي هو هذا المنتخب اللي كنعرف انايا. انا فين ما كنشوف هذا المنتخب كيلعب ضد فرنسا، فين ما كنشوف المنتخب كيلعب ضد فرنسا كيولي منتخب واحد اخر. او 4 سنين هو كيلعب بواحد اللعب حتى كيلعبوا مع فرنسا، عاد باش كيولي يلعب واحد اخر كيفاش؟ ما فهمتش انا يا خويا البلان انا. تو جاني بحال الماتش مبيوع وبونو ما فراسوش. بغيت نقول برافو بزاف، ما عرفت لمن، ولكن المهم برافو. هاد الحاجه والله الا تهنيتو، بارك بديك الخلعه، راه بقاو تنزيدو خلعه على خلعه، راه صافي، راه بوم زوير راه قرب يخرج يشنق علينا من هنا، يقبضك من هنا ويقول لك مال جدك جتيني. بارك صافي، الله يجعل البركه. والدينا تا هما راه بزاف تزادوا معنا في هاد الكره، تا هما راه ما حيتنا نتخلعوا على المنتخب ولا نتخلعوا عليهم هما، لا توقع لهم شي حاجه ولا خلعتنا حنا، راه نايض خلع. بارك صافي، الله يجعل البركه. ودوك الجيران ودوك اللي بداو ينوضوا علينا تا هما من الهيها وداك الشيء وكذا، دابا يزقاو يرتاحوا. حنا متكفلين براسنا، حنا تنطلعوا على راسنا احسن من داك الشيء اللي بغيت تقول. واحد شويه تبداو تشوف. الحمد لله ونشكره وبرافو، برافو بزاف. صافي صحاب بنادم مقلقين ولا شي حاجه، والله ما كاين شي قلق. صافي صافي، والله الا كلشي ناشط. سبب خسارة المغرب اليوم هي مش قوة المنتخب الفرنسي. أكيد ما حدا بيشكك بقوة المنتخب الفرنسي، إنه هو من أقوى المنتخبات، وأصلا بجوز هو المرشح الأول لياخد كأس العالم. سبب الخسارة هو المدرب محمد الوهبي. مش منطقي الخوف والجبن الدخل فيه ضد فرنسا. انت كالأداء اللي أديته بدور المجموعات ضد البرازيل، والمباراة ضد هولندا، والمباراة ضد كندا، وانت لعبان ضد هولندا فريق قوي، اثبت انه انت عندك عناصر وعندك الجرأة انك تستلم اللعبة. كل العالم توقعوا انه يفوت على فرنسا يهاجم. مش منطقي الخوف والجبن وطريقة الدفاع، الدافع فيها ب 11 لاعب ومش عم يلعب بمهاجم واحد. تمام، اسماعيل انصاب على عينه وراسي ما لعبه، بس ليش رحيمي احتياط؟ ليش رحيمي مش عم يلعب؟ ليش مش ناوي تهاجم؟ يعني هذا الخوف تدخل فيه فرنسا هو سبب الخسارة 100%. هو بيتحمل، ما اللاعب يتحمله، هو لحاله بيتحمل مسؤولية الخسارة. ما عندناش مع نظريات المؤامره، وفرنسا كتلعب احسن مننا ومزيانه، ولكن عندي واحد السؤال: فين مشى القجاع في الميطه الثانيه؟ واش ما رديتوش البال باللي ما كانش؟ مشى القجاع بداو كيدخلوا البيوتا. المهم انا ما كنقولش باللي فرنسا واحد الفريق ضعيف، هو فريق قوي، ولكن علاش ما درنا حتى شي حركه؟ علاش مصر ضربات الارجنتين وتقاتلات مع الارجنتين بديك الطريقه اللي شفنا وحنا ما درنا حتى شي حركه؟ بغا يقولوا لي علاش. وراه عادي تخسر عادي، ماشي هكا، ماشي بهاد اللعب هذا، ماشي هكا. واش ديال المنتخب اللي لعب مع هولندا، هذا هو المنتخب اللي لعب مع البرازيل، هذا الزام البوم شداتهم الموت. هذا الماتش هاد البلاد خارجه لنا في عودنا، هاد فرنسا هادي، فرنسا خارجه لنا في عودنا، هاد فرنسا بالرجوله. قبل ما يبدا الماتش رئيس الوزراء جاي للمغرب، فرنسا سلفات السطات ما عرفت شحال 100 مليون اورو، الحزاق الكحل فرنسا تو على الزام البوا فرنسا، وتو على الزام البوليوطي، وتو على الزام البوا هذيك الكونجيغيزون. اش غنقول لكم؟ ماكرون الله ينعلق. انا بعطيكم رايي وانتم اعطوني رايكم. انا استغربت انه يعني حسيت المباراة جدا كانت سهلة على فرنسا. شاتوا يمكن 15 مرة ولا اكثر على الجول، المغرب فرصة واحدة على الجول. والمغرب مش فريق بسيط، المغرب فريق عالمي، بس لعبوا كأنه فريق مش عالمي. انا استغربت ان التشكيلة ما كان فيها ولا رحيمي، ادري صايبري متعور، ولكن على الاقل رحيمي. انت يوم تبدا بتشكيلة ما فيها مهاجم واحد، انت ياسر تقول حق فرنسا نحن بس بندافع، وياسر تدافع ضد فريق يمكن افضل خط هجوم في البطولة، هالفريق عادي يفوز في البطولة. فلازم تجرب، ان شاء الله تخسر 4-0 بس جرب يا اخي، جرب هاجم، شو بس خوفهم. يعني ضايقت ان حسيت ما حتى خوفوا فرنسا الحارس يعني يمكن حتى ما عرق. ولكن نبقى ونقول شكرا لبونو وناحي. اليوم لعبوا وايد زين، الفريق كله يعني انه وصلوا لهالمرحله، بس محزن
انه ما خوفوهم على الاقل يعني. بس شو نسوي؟ حسيت التبديلات جايه وايد متاخر. يا ريت على الاقل من الشوط الاول انتهى 0-0 خلاص انت تعرف ان انت الحمد لله وصلت 0-0 خلاص، ما تحتاج تنتظر ل 60 و70 دقيقه عشان تغير. قل الحمد لله يلا حين بدل غير التشكيل عشان نجينا الشوط الاول بون اللي انقذكم. المهم نقول شكرا وان شاء الله الجاية افضل. اعطوني رايكم. خوتي مع كامل الاسف ما عرفتش واش غير انا اللي كيبان لي هذا الشيء هذا ولا حتى نتوما كيبان لكم هذا الشيء هذا. الناس اللي كتفهم في كره واللي قاريه كره يقدروا يتفقوا معايا ان كاينه شي حاجه ما هياش في الماتش. اللعابه ما لعابينش ابسون كاملين، الفرقه كامله ابسون. كاينه شي حاجه لي ترانزيسيون ما كاينينش زيرو. كترجع عندنا كره باش نورمالمون نطلعوا سواء نطلعوا اتاك رابيد سواء نقلبوا على لوبورتونيتي. اللاعب كيبقى غير واقف، لي باس لي دوز ديالهم مخربقين. شي حاجه ديال لي باس ديال الكره فيها اخطاء. انا خوتي الله اعلم كيبان لي هذا الشيء فيه شي حاجه تما ما عرفتش. ما كنهضرش بالعاطفه كنهضر بكره طونكو شي واحد اللي قاري كره وفاهم كره ومدرب يعني كنعرف شنو علاش كنهضر. الناس اللي فاهمين كره راه غادي ابروفيو هادشي اللي كنقولوا. فرقه كامله ابسون ماشي هي الفرقه ديال المغرب. وهذا الشيء اللي كنت انا متخوف منه وكنت كنقولوا للدراري كنقول لهم الماتش غادي يكون عندنا الجانب ديال بوليتيك ديال شي ضغط اخر ابار كوره. لان هذا الشيء اللي كيوقع دابا كنتمنى نكون غلط ونشوفوا الشوط الثاني اخر، حيت هادشي اللي كيوقع دابا راه ماشي كره وماشي هذاك هو المغرب. لي باز د كره ما كاينينش، اللعابه كاملين ابسون. اخطاء في لي باس، اخطاء في الكونترول، اخطاء في لا دوز د لا باس، اخطاء في الديبلاسمون، اخطاء في لا ترانزيسيون. جميع انواع لي باز د كره فيهم اخطاء. وهادشي انا كيبان لي الله اعلم لحد الان كره راه باغانا الحمد لله مازال ما تماركا حتى شي بيت، مع انه كانوا فرص اللي كانوا يخرجوا هذا الشوط هذا بواحد 4-0 ولا 3-0. فالحمد لله مازال 0-0 ونتمنى نكون غلط. ليش يا وهبي؟ ليش هذا الخوف؟ ليش هذه التشكيله؟ انت مدرب ما يختلف عليك اثنين، مبدع وخرافي، لكن ما توفقت اليوم ولاعبين المنتخب المغربي ما ساعدوك. شوفوا معدل اداء لاعبين المنتخب المغرب وبالمقابل لاعبين فرنسا اسوأ لاعب فيهم اعلى من معدل لاعبين المغرب. تحس انه لا قتال لا روح لا اداء، يبون يوصلون للربع النهائي ويطلعون. ترى النسخه اللي طافت وصلتوا للربع النهائي وعتبنا هذه وحرقتنا لان نعرف امكانياتكم وقدراتكم وانكم تقدرون توصلون للنهائي. وما ننكر الاداء الخرافي اللي قدمتوه في هذه النسخه، كنتم مشرفين العرب وفخر العرب ورفعتوا رؤوسنا وبيضتوا وجوهنا، لكن طمعنا فيكم، والله طمعنا فيكم. غنبقاو ديما كنحلموا الشيء قلت في 2019 وغنبقاو ديما كنحلموا. بغيت الناس والله الناس ما بغا يدان مره غنطردك عرفتي شنو؟ ربي اللي عين بيا راه دوزت بشريبات الماء دابا وجيت ناس والو اللي ما دويش غنطردك، اللي ما دويش ما نعرف شنو فهمتي. اليوم ما كاين لا منتخب لا والو، لا دفاع لا هجوم لا وسط. كاين بونو لعب ضد فرنسا، بونو لعب ضد فرنسا، المدرب تا هو كثر منهم عندو شي فهمات بوحدها. مدرب باش غيدخل ليا سعدون ويلعب مزراوي في بلاصتو ندخل ليا المزراوي ماشي البوست ديالو. غير فقسوا السي حكيمي، كنشكر حكيمي الله يعطيك الصحه. السي حكيمي حنا نفخناك وحنا كبرنا لك الطنوش وحكيمي والله ما كاينش شي حكيمي ولا نبك وما كاينش حكيمي معنا حنا ما كاينش حكيمي. كاين مع الباري شوفوا بامبي مع مدريد مكمل، ولكن مع فرنسا كيولي لك بامبي او حنا حكيمي. شنو دار هذا حكيمي في هذا كاس العالم ولا كاس افريقيا؟ شنو دار هذا حكيمي هذه 4 سنين؟ والله ما دار معنا حنا شي حاجه. حنا حكيمي والله ما دار معنا شي حاجه. حكيمي كيدير مع الباري، حنا ما كيدير معنا والو. حنا كيجي كيضيع لنا البيلانتيات او كيفقسنا. شنو دار هذا حكيمي؟ ما كيتمشى عندنا عرض ازياء. فين هذه الروح القتاليه؟ فين هذا الروح ديال اللعابه يخلي رجل؟ والركلاكي ندبنا عليه، والركلاكي يجيب لي داري وجاب لي داري ولي عميق ووحلوا لفرنسا هنا. يا ودي اليوم مرضنا وخرجتوا علينا وساليتوا معانا، لا جمهور لا شعب لا كل شيء. يكون درتوا غير شي حاجه يكون خسرنا ونخرجوا بهذاك الخساره شويه بعدا لعبنا وكذا والو. و90 دقيقه وتقول شي هجمه اللي هي زوينه تقول بونو الله يسهل عليك ولد.
الله يسهل عليك والله يسخر لك. وتحيه السي حاكمه، تحيه خاصه، والله ينورك، الله يخليك لينا ديما هكاك، اجي في قصنا وسير وديما مغرب. أسوأ مباراة للمغرب شفتها تقريبا من 6 سنين، يعني من 2020 من 2021 عمري ما شفت المغرب بالمستوى ده. كنت بشوف المغرب احيانا بتخسر، لكن حتى وهي بتخسر بتقدم كورة عالمية. النهارده مفيش كورة خالص. فرنسا بتلعب بونو لوحده، مش عايز اقول لك لولا الله ثم بونو كان الماتش ده يعني خلص بنتيجة فضيحة. يعني مستغرب المغرب مقدمة بطولة عالم على أعلى مستوى، يعني مبارياتها قدام البرازيل كانت عالمية، قدام هولندا مسكت هولندا زنقتها زنقة. يعني ماتش هولندا ده كان يخلص 3-0 4-0 للمغرب بالراحة كده. ايه اللي حصل النهاردة ما تفهمش. يلا معوضين خير ان شاء الله في كاس العالم اللي جاي واللي بعده. كاس العالم اللي جاي واللي بعده ان شاء الله هيبقى في الوطن العربي، يعني كاس العالم اللي جاي في المغرب واللي بعديه في السعودية. فان شاء الله المربع الذهبي كله البطولة اللي جاية والبطولة اللي بعديها هيبقى على الأقل 3 منتخبات عربية فيه. على الأقل قدامنا فرصة 4 سنين و8 سنين عشان نعالج الأخطاء ونشوف إيه اللي احنا قصرنا فيه أو إيه نقاط الضعف اللي عندنا ونطور منها، علشان إن شاء الله البطولات اللي جاية في البلاد العربية الكاس ما يخرجش من الوطن العربي بأمر الله. بأمر الله. معوضين خير يا المغرب ويا مصر ويا جزائر ويا تونس ويا سعوديه ومين تاني من الدول العربيه اشترك كاس، والاردن. الاردن من اكتر، قلت تونس الاردن وقطر صح والله، بس الاردن من اكتر المنتخبات اللي انا كنت متنبئ ليها ان هي هيقدموا كوره. بس ان شاء الله كلنا معوضين خير ونلتقي في بطوله العالم القادم ان شاء الله. والاخوه الله يجازيكم بخير، خليونا في الكره وفي المنطق ديال الكره وفي الواقع ديال الكره، ما تخليوش العقليه ديال الجيران تسيطر عليكم. وتخيل جبرت دي كومونتير فيهم مجبري بان الماتش من فرنسا، علاش حنا بالضبط ضد فرنسا كنكونوا هيدا؟ علاش في كاس العالم 2022 تقسينا مع فرنسا ودابا مع فرنسا؟ علاش كنقدروا نلعبوا مزيان مع منتخبات اللي قويين ومع فرنسا لا؟ شنو هاد الفكره هادي؟ ما فهمتش شنو هاد اللوجيك هذا. دابا مثلا لو كنا فرضا بايعين، نمشي معاك انا في الطرح ديالك، لو كنا بايعين واش كنتي غتشوف هاد الاداء هذا؟ لو كنا بايعين واش كنتي غتشوف هاد الاداء هذا؟ بايعين كتساوي متفقين كتساوي متفاهمين يعني نقدروا نخرجوا لك شي ماتش خيالي، شي 3-2 شي 4-3 شي 5-4 ومبابي يلعب على الهداف وما نعرف شنو حكيم يعمل الاعجاز العلمي وتشوف كون هنا وكون هنا وشي سيناريو اللي يقول واو. علاش؟ حيت متفاهمين وبايعين وفي الاخر يبين شكون غيربح. هذا سيناريو ماشي د واحد بايع. الله يجازيكم بخير الاخوان، هذا سيناريو ديال خصكم تقبلوا ان الناس زايدين علينا، ان النيفو ديالهم المستوى ديالهم بعيد بزاف، ان الناس واصلين لواحد المستوى عالي. شوف هذا هو النورمال، هذا هو الواقع. ما فهمتش علاش بعض الناس متفاجئين. انا دابا انا ما كنتش باغي نتعصب اصاحبي، انا ما متعصبش. علاش؟ عادي جدا تقبلتها بصدر رحب انه اللي كيستحق تاهل. وما فهمتش بنادم شنو كان كيستنى صاحبي. واش كتستنى تربح لفرنسا باش تسمى هذاك هو العادي؟ لا ماشي هذاك هو العادي. اذا ربحتي فرنسا هذيك هي المعجزه. اذا ربحتي فرنسا باللاعبين اللي عندك، مع احتراماتي اللاعبين ديالنا لاعبين مزيانين ولكن ماشي نفس النيفو. اذا ربحتي فرنسا هما اللي خاصهم يخرجوا يتسالوا داك السؤال، واش بعنا للمغرب شنو واقع؟ هما اللي خاصهم يخرجوا يتسالوا داك السؤال ماشي حنايا. حنا النورمال هو نخسروا معاهم بالكاليتي اللي عندهم. واش عندك ديمبيلي بالون دور، واش عندك مبابي ثاني افضل لاعب في كاس العالم من بعد ميسي وهالاند، ولا الاول ولا الثالث ولا المهم كيتنافسوا مع بعضهم؟ واش عندك اوليسي الخيال العلمي، واش عندك باركولا في البونطوش في الحتيه طوا والشرقي والزاير ايميري؟ ما تهبلوناش يا الاخوان وخليونا صاحبي ما تعصبناش. صافي الماتش داز عادي تقبلناها بصدر رحب بلا كومونتير د الحومه قص. تقبلوها، تقبلوا الفكره، ما تخليوكمش يا صاحبي تكونوا في حال اخرين. ديما خصكم ضروري تجبروا شي حاجه تلصقوها في السبب ديال الخساره. ديما الخساره خصكم تجبروا لها شي سبب في الناس ماشي فينا. لا تقبلوها بصدر رحب. حنا في اطار البناء، حنا في طور البناء، كل مره غنكونوا احسن من اللي قبل منا وكل مره غنتحسنوا تنجيبوه ان شاء الله عادي جدا. ولكن دابا باقي بعادين شويه، باقي خا شويه ديال الخدمه باش نوصلوا للنيفو د هاد الناس عادي جدا. صافي 6 مادام بوان نقطه ونرجعوا نسطر الاخوان. فالله يجازيكم بخير. شويه د العقلانيه ديما مغرب فخورين بزاف، اقسم بالله دا فخورين بزاف بهذا الرجال وبهذا المنتخب. ولكن اليوم ما جيناش تماما، ربح اللي كيستحق هادشي اللي كاين وتهلا. السيد وهبي نهار جانا المنتخب هو بشويه بشويه كيعطينا واحد الثقه، وديك الثقه ديالي ليه غادو كتكبر. كنشوفوا كيفاش كيتعامل في الكونفيرونس دو بريس، كيفاش كيكون كونفيون، كيفاش كيدوي مع اللاعبين ديالو، وكيفاش كيدوميني. يعني الماتش مع البرازيل مع هولندا كيفاش الفرق الكبرى كيلعب معاهم، كيلعب ضدهم.
ديك الثقه بقات كتكبر 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 لدرجه انه كنشوفو كيخربق وكنقول لا راه كيهنس لشي حاجه. بخيميغ ميطون كنشوفو انه مصمكها والدراري واقفين ومع ذلك هو كالم كيدوي. قلت يمكن راه هو باغي هذاك اللعب، باغي هو انه ما يمشيش مارك، ما بغاش هو يمشي مارك، ما باغيش يمشي ميم با يحاول ماشي مارك، ما بغاش يمشي يحاول. كنشوفو صلاح الدين كيدخل الميليو التيران ما فهمش هذا القانون فين خرجو، كيشد كره ضاعت ليه 2 3 فوا، بوعدي كيشدها بشويه عليه ضاعت ليه 2 3 فوا تقطعات مشات جبدها بونو بشويه علينا، ما باغيش نمشيو للماركي. وقلت يمكن كيهندس لشي حاجه. دوزيام ميطون اكيد غيدير دي شونجمون غادي يمشي. دوزيام ميطون تاكدت انه ما باغي يدير والو، باغي يبقى بنفس اللعب، ما نمشوش للبوطو. وشنو غنتسناو ما فهمت شنو غيتسنى. الهدف من وحي الخيال بغى يتسنى يهبط شي حاجه ديال الله سبحانه وتعالى غيقول لك لا حقا ما عرفتش شنو كيتسنى. انت ميم با كتحاول تمشي عندهم، شنو كتسنى؟ الا ما كتحاولش تمشي عندهم شنو كتسنى؟ هذا هو السؤال اللي عندي استوابي، شنو كتسنى؟ وغادي نتكلموا على لي رومبلاسون اللي كيدخلوا ولا اللي دابا عاد غادي نتكلموا على تكلمنا على قبل من لا كوب دي موند قلنا ما ناثروش على اللعابه، استوابي عارف شنو كيدير. دابا عاد غنتكلموا بلا ما يقول لي شي واحد الاصابات اللاعبين غائبين. عندك منتخب، اي واحد حامل جواز المغربي عنده الحق يلعب في المنتخب، راه ماشي ايكيب ماشي فرقه، سي با ان كلوب اللي كيجي مدرب كتقول لي هذه عندي 26 30 لاعب هادشي قضيه باش داكشي اللي عندنا قضيه به. لا هذا منتخب اي واحد مغربي عنده الحق يلعب فيه، خاص يكون عندك التيتولار والغومبلاسون ديال الغومبلاسون. حنا فاش كنلقاو فرق شاسع ما بين اللي كيدخلوا وما بين لي غومبلاسون اللي كيدخلوا اليوم ما كانوش الغومبلاسون الله يجيب. وتكلمنا بزاف د المرات. دونك انا استوعبي كاع الثقه اللي بنيتها معاه نهار جا المنتخب اليوم هز هو ديها السقف وضربها مع الارض. غادي نحبس هنا باش ما نقول شي حاجه ماشي هي هذيك. المغرب نار، حتى محاوله ما حاولوا، هم ما اجوش على الملعب، ما لعبوش بالمره اليوم. يعني مدربهم قال انا بديش اجلط الشعب العربي، سحب المهاجم قعدوا جنبه قال له بدنا نلعب بدون هجوم. يعني اللي بيحضر بفهم مش جايين نفوز. انت ما حاولتش، شوطين 90 دقيقه الله يعطيك العافيه. امي تنزل تحط جول مش فاهم انا. احنا العرب البطوله هاي رايحين بدون رؤوس حربه، في 3 4 منتخبات بدون رؤوس حربه. شو بدكم؟ كيف بدكم تفوزوا؟ مش فاهم. تلعبوا 12 على 11، تساوموا المباراه قبل ما تبلش الله يعطينا العافيه. يعني بس الحلو فيهم يعني ما جلطوناش. لما صارت الدقيقه 89 قلت معقول نرجع 3-2. ميسي مش موجود. يعطيكم العافيه يا اخوان. اهم شيء الجيم والله كانها ما التعبت. يعني احنا حتى شعور ما اعطونا، يعني حتى قاهر ما انقهرنا عادي، طلعنا منها كانه ما صارش شيء. ابدعتوا. المهم ما تجلطونا، يعني اللي بده يخسر يخسر بس ما يجلطناش. يعطيكم العافيه ما قصرتوا. شكرا منتخب المغرب، شرفتونا بكاس العالم، وراح نتذكر كاس العالم 2026 بالاداء الرجولي اللي قدمتوه ووصولكم لدور الثمانية. شرفتونا وكفو عليكم، وشكرا مره ثانيه. انا بالنسبه لي كان الطموح افضل مكان، لكن المغرب شرفوا العرب وشرفوا الافارقه في هذه البطوله، خاصه في مباراه هولندا اللي كان يشكك بقوه المغرب. شكرا لمنتخب المغرب، شكرا للجامعه الملكيه. لكن انا اقول لك يا ابو علي كنت اتمنى ان المنتخب المغربي يوصل للسيمي فاينل او يوصل للنهائي، لكن قدر الله ما شاء فعل. ما نقصي على اللعيبه، ما نقصي على المنتخب. اعرف ان الجمهور المغربي طموحه انه يوصل للنهائي، لان في 22 وصلوا للسيمي فاينل، لكن قدر الله ما شاء فعل. بونو بطل واللعيبه ما قصروا، لكن في هذه المباراه ما قدموا الشيء اللي نحن شفناه في مباراه هولندا. ديما مغرب معاكم في الفوز ومعاكم في الخساره. شكرا منتخب المغرب. ما حد شرف العرب في البطوله كاس العالم غير المغرب. انا الشهاده. شرفتونا، ومره ثانيه شكرا المغرب، ابدعتوا بكاس العالم شباب نسكر وفعلا شرفتوا العرب.